يا رب اللهم أزهر حياتي بحبك ورضاك يا رب العالمين. يا صانع المعجزات يا رب أرني عجائب الفرح في كل ما أتمناه. السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله صباحكم كله رضا كده، وصباح تفاؤل، وصباح يوم جديد كله حب وسعادة وهمة ونشاط على عيونكم. الفيديو بتاعنا النهارده كله نشاط وسعادة على عيونكم. بس قبل ما ابدأ الفيديو احب اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي كتبولي تعليقات حلوة كده زيهم، وعايزة اقول لهم ان انتوا بجد بجد مصدر السعادة بالنسبة لي، وربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، وكلكم على راسي من فوق. تعالوا بقى نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة عملنا تفريزات الفراخ. تعالوا بصوا، من 3 فرخات بس هوريكم احنا عملنا ايه. 3 فرخات طلعت عدد الوجبات اللي انتوا شايفينه ده. شايفين يا بنات؟ يعني بصوا، النهارده فيديو جامد بجد. بس قبل ما نبدأ الفيديو خلي بالك احسن يحصل لك اصابة عمل زي اللي حصلت لي. انا صباعي هنا اتفتح. بص، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دول يعني. تعالوا على طول على الفيديو وهتقولوا لي يا صفاء طب احنا هنعمل ايه بالحاجات دي؟ هقول لكم في الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله. هنزل لكم الوصفات كلها بالتتبيلات بكل حاجة. هتشيلي الحاجة عندك في التلاجة لرمضان وهي متبلة وجاهزة، مش هتحتاجي اي حاجة غير ان انت تطلعي الحاجة تدخليها على الفرن على طول او تحمريها. بصوا احنا هنا معانا 5 فرخات. الشغل كله في 3 فرخات بس. اما الفرختين التانيين دول انا هخليهم للشوي. خلاص يا بنات، تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه في الاول. اول حاجه كده جبت كده الفراخ دي. فراخ بيضة انا جايباها من عند الراجل دبحالي يعني الراجل، ومنضفها وكده. وانا قلت له حطها في طباقه يعني، وغلفها وكده، وحط لي الكبد والقوانص لوحدها. يعني خليته يحط الكبد والقوانص لوحدها والفراخ لوحدها. اول حاجه هنا الفرختين اللي هيتعملوا شوي دول انا كنت بنضفهم كده اهو. دول ال3 فراخ خلاص انا كنت بنضفهم وبشيل منهم الاجزاء اللي هي مش مستحبة في الفرخة، وبنضفهم. بس هي النظافة مش اللي هي يعني خلاص، عشان لسه هيتنضفوا مرتين تاني. تمام يا بنات؟ احنا بس بننضفهم عشان لما نيجي نقطعهم تبقى الفرخة كده نضيفة في ايدينا. خلاص يا بنات، بصوا بقى هنعمل ايه. هنجيب الفرخة كده هنقسمها نصين. خلاص هنقسمها نصين. يعني عايزين الجزء اللي هو اللي تحتاني ده لوحده، والجزء الفوقاني ده لوحده. قطعنا كده اهو اللي هو الوركين مع بعض. شايفين يا بنات؟ بقى انا جايباها كده من الجنب للظهر، ومن الناحية التانية كمان من الجنب للظهر اهو. فصلناها كده، خلينا الجزء اللي فوق من الفرخة لوحده والجزء اللي تحت لوحده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب الجزء اللي تحت كده وهنضغط عليه بايدينا وهنقطعه كده. هنقطع الوركين، يعني هنقطع الوركين، الورك ده والورك ده. الوركين دول هيعملوا معانا ايه؟ 4 قطع. هنقطع الدبوس لوحده والورك لوحده. خلاص شايفين كده اهو؟ قطعت الدبوس لوحده والحتة التانية دي لوحدها كده. وبعدين الورك التاني هنعمل فيه نفس الكلام برضو، الدبوس لوحده والورك لوحده. اما تيجي تقطعي اقطعي من عند المفصل عشان ما تبقاش يعني جامده معاكي في التقطيع. بصوا بقى الجزء ده هيتقطع ل5 قطع. تمام. القطعتين اللي هما الاجنحه. قطعنا كده الاجنحه. هتلاقي كده في مفصل هتقطعي من بعد المفصل، وبعدين هتقطعي الحته بتاعه الرقبه دي لوحدها. لازم تكون السكينه يعني ايه متسننه معاكي كويس. انا قبل ما اشتغل بيها كنت سناها، بس الحمد لله عورتني يعني. فانتي قبل ما تشتغلي لازم تاخدي بالك انتي وشغاله يعني. هننزع كده الجلد من الصدر اللي فوق. دول صدرين هيتقسموا ل2. بصوا يا بنات، شايفين الخط ده؟ من عنده كده من جنبه هتلاقي فيه عظمه، من جنب العظمه هتفرغي اهو كده. بتفرغي كده وتوسعي لنفسك. شايفه؟ هتعملي كده بالسكينة اصلا هتلاقيها طلعت من مكانها، يعني مش تحتاج منك تعب ولا اي حاجة. ودي الفراخ اللي هي البانيه بتتباع كده في السوق، اللي هي المخلية، يعني المخلية من العظم. احنا كده خلينا الصدر من العظم. هنيجي برضو من جنب العظمة كده اللي هي بالطول دي، ونروح ايه بقى مطلعين كده. ده الخلي بتاع الصدور. انا كده خليت الصدور بتاعت الفراخ
طلعتها كده، بص هفضل اوسع كده بالسكينة، هتلاقيها بكل سهولة بتطلع معاكي اهو. شايفين يا بنات؟ اهي طلعت كده، ادي صدر وصدر. خلاص هنقطع الكمية كلها كده بتاعت التلات فراخ. بصوا طلعت معانا ايه، 6 صدور، 6 و6 دبابيس و6 وراك وكبد وقوانص و6 اجنحة. تعالوا بقى اوريكم احنا هنقطع الصدر ده، هيعمل معانا كمية وجبات رهيبة يعني. اول حاجة كده بنمسك الصدر، يبقى فيه حتة طالعة لوحدها كده، بنقص نعملها بالسكينة كده، بنقطعها ونحطها على جنب. خلاص دي بتحط على جنب لوحدها، وده بيتحط على جنب لوحده. هقول لكم ليه. مسكت الصدر نفسه قطعته على 3 شرايح، 3 شرايح على فكرة يا بنات، ومش رفيعين يعني، الشريحة الواحدة كده محملة يعني كبيرة اهو، 3 شرايح. والناحية التانية اهي حطيت فيها الحتة اللي لوحدها. انت هتمسكي الصدر هتلاقي فيه قطعة كده لوحدها عاملة زي كده طالعة لوحدها، والصدر لوحده. هتقطعي الحتة لوحدها وتحطيها على جنب، والصدر هتقطعيه على 3 قطع. هنعمل كده نفس الكلام في الست صدور اللي عندنا. تمام. والصدور دي يا بنات بتطلع وجبات يعني كتيرة ورهيبة، مش عارفة اقول لكم ازاي، ومتنوعة. في الفيديو الجاي ان شاء الله، بعد الفيديو ده او هيكون في فيديو بينهم وبين بعض، هنزل لكم تتبيلات الفراخ، هتشيليها جاهزة في التلاجة كده، تطلعيها بس على التسوية على طول. تمام يا بنات، هعمل لكم تتبيلات للفراخ وتتبيلات للحمة، وهوريكم ازاي تعملي حاجات مختلفة يعني وتشيليها جاهزة. انا بس حبيت اجهز معاكم الفراخ النهارده، والفيديو ان شاء الله اللي جاي ده، لا اللي بعده، هيكون فيه التتبيلات بتاعت الفراخ دي. اهو حطيت كل كده الفراخ بتاعتي هنا في طبق، وهنجيب بقى الفرختين اللي انا هعملهم مشويين. انا قلت لكم الشغل كله في الثلاث فرخات يعني. انتوا لو انتوا اسره مكونه من فردين، ممكن الثلاث فرخات دول ياخدوا معاكم الشهر. تمام. لو انتوا اسره مكونه من فردين، الثلاث فرخات دول ممكن ياخدوا معاكم الشهر بالتتبيلات اللي انا هوريها لك يعني، بالطرق اللي انا هوريها لك في الفيديو اللي بعد ده، لا اللي بعده. خلاص عشان انتوا عارفين احنا بنمشي فيديو تنظيفات رمضان، وفيديو تفريزات. خلاص قطعنا كده الفرخة دي هنعملها مشوية، قطعتها كده من الظهر، من عند سلسلة الظهر. تمام. ومسكت كده اللي هو الشاكوش ده بتاع البفتيك، وبقيت ايه اخبط عليها كده عشان افتح الانسجة بتاعتها. جيت كمان الفرخة دي هعملها بردك مشوية، بس هقطع كل نص لوحده. شايفين يا بنات؟ من عند سلسلة الظهر كده بروح ايه اسماها اهو، وبعد كده هاجي كده من عند الصدر اروح ايه اسماها برضو. تمام. دي هعملها كل نص لوحده، هعمله مشوي. تمام. خلاص الشغل كله زي ما اتفقنا كان في الثلاث فرخات الاولانيين. حطينا كله في طبق كده. هنحط ايه بقى؟ هنحط عليه القوانص والكبد، طبعا دي القوانص والكبد بتاعتهم، وهنحط عليه معلقتين 3 كده من الدقيق اهو، معلقتين 3 من الدقيق. وهنحط عصرة ليمونتين، يعني هنمسك ليمونتين كده ونعصرهم عليهم. احنا كده هننضفهم. خلاص ده مش محلول نقع ولا حاجة، احنا هننضفهم، لان انا الغسلة الاولانية دي كانت مش غسلة خالص يعني، ما كانش غسلة الفراخ. الغسلة الاولانية دي كانت بس غسلة غسلتهم عشان مش بحب اشتغل مكان حد يعني ايه، غسلتهم من مكان عشان المكان اللي جبت منه تبقى الحاجة نظيفة انا وشغالة فيها. اما دي الغسلة بقى اللي هي المفروض تغسليها للفراخ. حطيت لهم كده اللهم صل على سيدنا محمد، دقيق وليمون وخل وملح. تمام. وكنت جايبه هنا كيلو من اللحمه، قسمتهم على طبقين. تمام. نص كيلو لوحده والنص كيلو التاني لوحده في الطبق التاني. ودول هنعمل بيهم ايه؟ هقولك هنعمل بيهم ايه. دول هيتقسموا على 4 تربع يعني، فاهمين؟ بصوا النص كده هقسمه على 4. خلاص بقى كده ربع وربع وربع وربع. فاهمين يا بنات؟ اكيد انتوا فاهميني طبعا. ده بردك هعمل لكم بيه اكلات موفرة وطرق يعني جميلة، والله هعمل لكم يعني حاجات تحفة. الفيديو الجاي ده لا اللي بعده، ما تنسوش. بصوا بقى، مسكت هنا الفراخ كده، بقيت انضفها من اي حاجة فيها. انتوا عارفين طبعا الفراخ
بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها كده روايح مش لطيفة وبيبقى فيها حاجات مش نظيفة كده من جوه. لازم الحتة دي تتنضف كويس خالص. وهنا حسيت ان في ريحة كده مش لطيفة كده شوية، فحطيت ملح وحطيت ملح وخل تاني. تمام. وبقيت اغسلها كده من جوه وادخل ايدي كده من بين الجلد، عشان بيبقى فيه مادة لزجة كده. المادة اللزجة دي بتبقى مش نظيفة كده، وبتخلي الفرخة مش حلوة، يعني الشوربة بتاعتها ريحتها مش حلوة. فلازم تنضفي المادة اللزجة اللي بتبقى ما بين اللحم والجلد، نضفيها كويس خالص. تمام. بقيت هنا اغسل بقى الفراخ كلها كده واطلع كل اللي جواها. شايفين يا بنات؟ يعني الفراخ تطلع من المية دي دلوقتي بتطلع بيضة، حرفيا بتطلع بيضة خلاص. وبحطها تتصفى في المصفى التانية. هنا بقى عملت مية تانية عشان اشطف الفراخ. حطيت مية تانية عشان اشطف الفراخ. كنت غسلت خلاص الطبق الاخضر اللي انتوا شايفينه ده وسايباه فاضي عشان احط فيه ايه، الفراخ النظيفة. اهو بقيت كده انضف الفرخة من اي حاجة فيها، ولو ريش او مثلا حاجة مش نضيفة او كده. المهم الفرخة بتطلع بيضة، يعني ما يطلعش فيها ولا اي تجمعات دموية من اللي بتكون فيها دي. خلاص يا بنات، هننضف الكمية كلها كده مع بعض، وبعدين هنشيل الطبق الاخضر ده. وتعالوا بقى هنشوف احنا هنعمل ايه بعد كده. هناخده بقى على الناحية التانية عشان اوريكم التقسيمة اللي هنعملها. وزي ما قلت لكم انا مش بديكم فكرة التقطيع بس، انا هديكم كمان افكار للتتبيل واكلات مختلفة. جبنا هنا صدور الفراخ اللي احنا قطعناها. بصوا عملنا منها كام طبق، بسم الله ما شاء الله. ادي اول طبق، تاني طبق، وهتعمل وجبات حلوة، يعني الطبق يعمل وجبة حلوة. تالت طبق اهو، 1 2 3. طلعت 4 طباقة من الصدور بس طلعت لك 4 طباق. تعالي نشوف بقى هنعمل ايه في الباقي. ده طبق حطينا فيه القوانص والكبد، وده وجبة لوحدها خلاص. وده طبق تاني حطينا فيه نص الفرخة اللي كنا قطعناها نصين. وهنا طبق حطينا فيه الوراك خلاص. وده طبق تاني للأجنحة. كل طبق يا بنات هيعمل وجبة. وطبق تاني اهو للوراك، يعني الوراك عملوا طبقين، والدبابيس عملوا طبق خلاص. وادي اهو نص الفرخة التاني، ودي الفرخة الكاملة اللي احنا كنا عملناها مع بعض. ودي الرقاب بتاعت الفرخة، ودي الهياكل. وهنعمل منها حاجة كمان، الهياكل دي مش هنرميها، هقول لكم هنعمل منها ايه. دي بقى اللحمة اللي كنا قسمتها معاكم، وحطيت على كل حتة منها قطعة كده من الدهن، وهنعرف احنا هنستخدمها في ايه بعد كده. كل حاجة طلعت من الفرخة هيبقى ليها استخدام معانا. شايفين يا بنات الجمال؟ يلا بقى اعملوا زي ما انا عملت كده، واستنوا الفيديو الجاي بقى التتبيلات والطرق، وهتشيلوها جاهزة كده في التلاجة تطلعوها بس على التسوية. يلا بقى قولولي ايه رأيكم في الفيديو. باي باي.